السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حصاد الأسبوع. الحصاد هذا طويل جدا ولكن بحاول أختصره بقدر المستطاع، ويلا ندخل في الموضوع دغري. نبدأ من حيث انتهى الترند وحصاد الأسبوع، وهو حكم بالسجن 22 عاما بحق عبد الله حسن في أمريكا. قتل مواطن يدعى توفيق الأشعري. الحادثة كانت في أمريكا قبل مدة، واليوم صدر الحكم عليه أن يسجن 22 عاما. ننتقل للخبر الذي يليه وبالدور، وإن كانت بعضها في البداية ليست مهمة. مثل ما نشاهد هنا أصحاب دراجات النارية لقد انتخزوا إيش اللي نخزك. الدراجات وجدت لراحتنا لتسهيل التواصل ومن مكان إلى آخر نتنقل، ولكن مثل ما نشاهد هنا الأول سوى الحركة هذه والثاني غبي وقع ما وقع له. خبرنا الثالث وهو من عند هذا الحاج وحماره الذي يفهم أكثر من بعض الناس. وخبرنا الرابع أو مشهد لموني الذي يوثق يومياته من اليمنيين الذين هاجروا يهود اليمن في إسرائيل، يوثق جني والتخازين هو وبعض أصدقائه. الشجرة هذه بعد اليمنيين أينما حلوا ارتحلوا. أيضا في بلادنا الأمطار هذه الأيام تساقط بغزارة، وهذا مشهد لهذه الدوامة هذه لغزها أنه شارع في المكان هذا بجانبه، وهذه هنا عبارة والماء ينزل ويطلع من الجهة المقابلة. خبرنا السادس للوماء قيس، فنانة صاعدة تشارك على قناة MBC في هذا الفيديو. وأما الآن ومع فقرة صورة لشعار الآيفون في أحد المنازل اليمنية الذي حاكها بهذا الشكل. وهنا أيضا صورة لطفل فقد كان يبيع المقلقل في صنعاء، فهذا رقم أبوه على الشاشة لمن يعرفه. أول الرقم تجدونه في المنتدى إذا أحد يعرف الشخص هذا، لأن إذا عرضت الرقم ينحضر الفيديو. خبرنا التاسع وهي جلسة فوق السحب لأحد المناظر الخلابة في بلادنا اليمن، وخاصة في موسم الأمطار. الجلسة هذه رائعة جدا. هنا لقطة لأبو حيدر يعلق على موضوع التفحيط الذي كان في إب، وإن أصحاب صنعاء نزلون يفحطون في إب، فهو قال بيطلع يستقضي في صنعاء، فالمفروض يقول لا داعي أو يسكت. غلطة الشاطر بألف يا أبو حيدر. التفحيط غلط، أما تطلع تستقضي حتى ولو كان مزاح طبعا موضوع التفحيط، وهو كان هناك في مشاهير نزلون البلاد، لأن أغلب المشاهير الذي في صنعاء كلهم من إب. شوفوا أغلب مشاهير 80 إلى 90% المشاهير الذين في صنعاء من إب، ابتداء من المومري وعبد الإله الريس. عموما ظهروا في مشهد تفحيط وتطعيس. المرور راقبهم، مسكوهم، طلعوا واعترضوا بعض المشاهير على أنهم مشاهير ولهم كلمة في الإعلام، فكان هناك بعض الشوشرة الإعلامية، وإلا القانون فوق الجميع. محمد زاهر مبدع بالذكاء الصناعي، بصراحة صنع فيلم هندي من الأفلام هذه الهندية الذي نشوفها، وبالذكاء الصناعي كان يكلف أشياء كثيرة الأفلام هذه، ولكن الذكاء الصناعي قرب كل شيء. وهنا مشهد جميل لهبوط طيران اليمنية في عدن في هذا المنظر الجميل والرائع والساحر. بلادنا جميلة، ينقصها شوية فلاتر وشوية تحسينات و4 أبراج، وإن الأمور طيبة. وأما الآن ومع موقف طريف ومع صاحب الحديدة يشرح عن طريقة شرح التصوير في الجوال. وهنا العثور على شخص في مكان في المحطة ولا حد يعرف على جثته، قيل تقريبا إنه يمكن قاطرة دعسته كان نايم تحتها أو من هذا الخبر. لمن يعرف الصورة في المنتدى، ما أقدر أعرضها في الفيديو، حتى أني لقيت إنذار أو إشعار إنها غير ملائمة وعرضتها في المنتدى، وكان هناك هذا الإشعار. وهنا الكفاح اليمني في أبهى صورة، قاطرة آخر موديل حسب وصف صاحبها، ربنا يرزقه. القاطرة هذه عادها تشتغل ما شاء الله. ونصل للخبر رقم 17 وهو أنت أجمل مما تظن. حلاق يمني بصراحة مبدع، مثل ما كان الشخص هذا وكيف حوله. شرح له ان القصير الكرشاح ما يصلح له انه يطور شعره لانه يزداد قصرا، يكون جعنان، فطلعوا بهذه الاسلوب وهذه الطريقه. وهنا ابو نايف العرقمي يدخل في عالم تجاره العقار، وهذا اول اعلان له مع ابو حيدر في تجاره العقار، عرضون عماره. جميل الواحد يستغل شهرته في التسويق لتجارته. وأما الآن ونصل مع الأميرة تونغوان علي البخيتي من اليمنيات المنفتحات العايشين في الخارج، طبعا بنت علي البخيتي الناشط السياسي. البعض يقول ليش نزلت صورتها. المشكلة أن أبوها اللي يشارك ويقول حي بالقمري ويعرضها في السوشيال ميديا. والحاجة الغريبة أن كل مشاهير اليمن ابتداء من جعنون إلى أبو علي رسام كل الناس يعلقون هناك ويزدادون شهرة هذه الصورة. أنت إذا علقت وأنت مشهور تعترض الصورة هذه لجميع المتابعين، وبالأخير نطلع ننتقدها ليش فاتشة. أنا ما أدري كيف
طبعا هذا الأستاذ أيمن القاسمي أكبر قناة كانت مشتركة عندي، ما أدري ليش سحب الاشتراك. عموما خلونا من الخبر هذا كله. أيمن القاسمي صاعد وصعد بقوة، الآن بيوصل مليون. ما لفت انتباهي أحد المعلقين يقول لهجتك غريبة، من فين يا أخ أيمن؟ يا أخي هو يريد يوصل لشريحة أكبر، يعني ضروري يتحاكى باللهجة المحلية ويتكلم عن سياسة كثيرة ويتكلم لجمهور أوسع غير اليمني، يعني أو يتكلم على اليمن يعني وعلى أخبار اليمن، تقول له من فين؟ وهذا شاب مثل ما شاهدتم يشتكي من الذين يسبوه وأنهم يحطموه. طبعا احنا إذا في واحد وسيم، الولد هذا وسيم، مثلا شخص ناجح، شخص متميز، لازم نحطمه ونسبه و نعقده في الحياة. طبعا أنا البعض يقول ليش مغطي وجهي؟ أنا مغطي وجهي، أنا كنت عندي قناة، كل الذي كانوا يسبونه أصحابي واللي يحطمونه، انسحبت تدريجيا وفعلت القناة هذه بدون ما حد يعرفنا ومشيت واتكلت على الله. وهذا شخص يمني يلطم وجهه بهذا الشكل في أمريكا بعد أن وعد بنت قاصر مثل ما قيل. المهم استدركته ما أدري كيف، المهم راح بيتها ومسكوه، ما عاد الله راح يلطم وجهه بهذا الشكل مثل أم نسوان. تفاصيل القضية تجدوا الفيديو في القناة، ابحثوا عليه. وإلا أنت مغترب أو عندك عيال وعندك رأس مال وتشتغل، راح توعد واحدة ورايح لبيتها وبالأخير قبضوا عليك، رحت في 60 داهية. وهذا مشهد جميل لوصول السيل إلى سائلة صنعاء، والدفاع المدني في مقدمته ينذر بوصوله، لأن بعض الأحيان السيارات يكونوا مش عارفين أو مسافر أو متهور، فخطوة جيدة الدفاع المدني يكون في البداية ويمنع وصول السيارات علشان ما تسحبهم السيول. طبعا الأمطار في بلادنا وجب التحذير والحيطة والحذر. نشاهد هذا الشخص بهذه السيارة يعني نطة الموت، ولا قد كان بيروح فيها، قد سحبته السيارة في الأخير، يعني ترك السيارة ونط إلى أحد الأماكن. هنا مشهد لعلي العصري رحمه الله في أحد لقاءاته مع مايا العبسي يتكلم عن الرياضة. نشاهد. طبعا توفى بهذا الأسبوع الإعلامي والرياضي علي العصري رحمه الله، فقد كان مريض وتوفى، فهذه مناظر من جنازته رحمه الله. وهنا مثل يقول اللي ما يحركه الطبل فهو طبل. هذا الشخص متحمس وهو واقف في مكانه، الطفل هذا الصغير زاد الحماس عنده. ونصل للخبر رقم 28 ونذهب إلى حضرموت ورابطة مشجعين الكرة، يعني بهذا الفيديو الجميل نشاهد قليلا منه. هنا نشاهد أشخاص يأكلون حشرة تطلع في بعد الأمطار في بلادنا. أنا أحس أنها مقرفة، لو هي عاد مقلية بعض الناس يفعلوها على أسياخ ويأقلوها على سلك، أنا ما قد جربتها ولكن أحس أنها مقرفة يعني تأكل حشرة. الخبر رقم 30 وهو عند البنت حماس الذي ضاع أو سرقون عليها طلي الكبش، أمها قالت يعني تجيب الطلي وإلا مالك مفر. المهم انها هامت وزعلت تدور للكبش، فوصلت الى احد النقاط في سمارة وتفاهموا معها وتبرعوا لها في تيس، يشكرون عليها وما اجمل جبر الخواطر، ومشكور من فزع لها ومن وقف معها. التفاصيل اكثر في فيديو في القناة. وهنا نشاهد السواح الأجانب على المزمار اليمني والطبل. أتوقع هذا في مصر، كانت قديما في صنعاء مثل هكذا مشاهد السواح أثناء ما يزورون صنعاء القديمة بالذات. وما نزال في الخارج، وهنا مشهورة تصور زبائنها، فطلع يمني من أحد زبائنها. نشاهد الأمطار في الساحل الغربي وغرب تعز تحصد الأرواح. شاهدت عدة أموات سحبتهم السيول في مديرية مقبنة غرب تعز، وأيضا في المخا وموزع، فوجب التنويه والحذر علشان ما ننفجع في كل سنة بمثل هكذا حوادث. وهنا طفلة يمانية سألوها هذا السؤال: أين أفضل اليمن أو السعودية؟ فكانت هذه الإجابة اللطيفة. وهنا مشهد نادر في بلادنا لبيع رأس اسطوانات الغاز. كان أول الصيانة يمكن على الشركة، الآن نشاهد السعر ب 2900 والصيانة مجانا مثل ما قال. ومن المشاهد الغريبة في الأمطار في بلادنا لهذا الحول الذي يروح الماء غورة مثل ما قيل في القرآن في أحد الأحوال في جبل حبشي في تعز. وهنا مشهد رقم 37 فيديو بعنوان الشعب يعشق الممنوع، يعني ممنوع السباحة ولكن مثل ما أنتم شاهدي علاو. وما نزال في محافظة الحديدة ورقصة الحناء، عادة تحترم، يعني في هناك بعض العادات كل واحد يحترم عادة الآخر بهذا الشكل، يعني طافشون بالحنة ورقصة ومجنانة قبل العرس بهذه الطريقة. وهنا نشاهد انطلاقة الفنان الشعبي علي عزبة دوليا، كان في مصر أنا شاهدت له، واليوم أشوف له هذا الفيديو في السعودية يحضر أحد الأعراس
بالمزمار، والشيء الشعبي كذا ملفت واشتهر ما شاء الله. وهنا موقف لطيف أعرضه لكم، اضحكوا مع هذه الحية. الخبر رقم 41 وهو لزايد الحاج صاحب تعز. أنا أحس أنه زود فيها يا جماعة. الهبالة في بلادنا قد نمشيها، لكن تنقلها إلى الخارج يعني وحبة حبة أكيد يوقفوه عند حده. طبعا تقريبا في السعودية مسكوه، دخل يكسر يعني المراية والتجمعات هذه. قلنا لكم يا غريب كن أديب. وهنا نشاهد رافعة بالشارع تمشي تقريبا في صنعاء. البعض كان يتساءل تبع من هذه وإيش يستخدموها. هذه الرافعة تقريبا لنقل الأثقال في المطارات. وهنا صورة لأسد، أسد نباتي ما شاء الله. يا جماعة خافوا الله، شيلوا له من الكلاب اللي بالحواري، كل يوم امسكوا له كلب واقطعوه نصفين، أكلوه اذبحوا له كلاب يأكل. ما هو طماطس خايس من هذا الحامض. أعتقد الصورة هذه في بلادنا ليست ذكاء صناعي، وبهذا المنظر الهزيل ولا حول ولا قوة. ارحموا يا جماعة من في الأرض ارحمتم من في السماء. وهنا نشاهد هذه الرقصة الرائعة لشخص يدعى أبو أصيل العرق أو العرق، مثل ما نشاهد هنا. مشهد جميل من فوق الجبال مع السحب. الليالي والظروف مثل ما شاهدنا هذا الحاجة دق الطبل في أحد الأعراس في محافظة الحديدة، وهو يرتدي هذه الفراشة أو حق العلاج، يعني مريض وتاعب ولكنه يكافح ويعرض. هذا الفيديو أحد مشاهير الحديدة تقريبا ما قصروا معه، وقفوا معه، فجزاهم الله خير. هنا نشاهد طفل انتشر في جميع الصفحات اليمنية، أنا شاهدته كثير يعني متفاعلين معه. طفل كبش بهذا الأسلوب، وهم يعني مثل بعض كأنهم أخوان، لكن تقريبا طلع من الأردن. أنا دخلت إلى الصفحة كنت أتوقعه يمني ولكن طلع في الأردن. وهنا نشاهد مجازفة خطيرة لا أحد يقلدها ولا أحد يسوي مثل هذه. بلادنا فيها ألغام كثير وأحيانا السيول تسحبها. هذا الشخص فك اللغم بهذه الطريقة الخطيرة. إذا أحد شاف مثل هذه الأجسام يبلغ جهة الاختصاص مباشرة ولا يلمس شيء، فهي خطيرة جدا. ومن الفيديوهات الغريبة لشخص يشرب بترول مثل ما شفناه، تقريبا ليس فينتو إنه متعمد علشان يشتهر. يشرب بترول يا جماعة، لا تقلدوه. فوق البترول هذا يدخلك في مرحلة السكر ويتلف الكبد بشكل غير طبيعي. ولا ايش استفدت انت تشرب بترول؟ ونصل لخبر 49. ابو احمد ما يكذبش يحتفل ب1,000,000 متابع عبر صفحته الاولى والرائده في الفيسبوك مثل ما نشاهد هنا. صوره لطباخ يمني، كان البعض يقول ليش المكان ليس نظيف. طبيعي جدا تحصل تحت الطاوه وتحت الشوله بعض المتساقطات، خاصة إذا في زحمة يعني تساقط، يمسحها في الأخير. هي ليست دائمة، كل البوافي تحت الشولة تظهر هذه المناظر. إذا كنت بالبيت تطبخ مرة واحدة علشان تأكلها، الراجل يطبخها ل20 زبون، لازم تكون حركة الطاوة سريعة، يتحص هنا طماطة بصلة من هذه الحاجات. وهنا نصل للترند الذي شغال وما يزال شغال لمعاملات جاهزة. الله يجزي خير ويجبرني مثل ما شاهدتم في الفيديو. هذا أسلوب نصب يعني امتهنوه من بلادنا ولا حول ولا قوة، وأسلوب طويل يعني يراسلون الخليجيين وانها تريد تدخل تكمل مع رفقاتها السعوديه، واصحابنا اذا في واحد مقعي يرخاها بتدخل عاد هنا السعوديه وعلى تواصل، ومقع المقع ويدخلوه الزغط 2000 3000 كل واحد قد يجزع له من هذه الخوابير. كيد النساء هذا كيد عظيم، مثل ما شفتنا في أحمد غازي يعرض الحاجات هذه والابتزاز. يبتزوك باتصال، يبتزوك على أنها بتدرس، يصوروك، المهم يدخلوك في معمعة لا لها مثيل. أنا عن نفسي والله ما بخاف من أحد يصورونا ينشر مثل ما تقول. هم إذا شافوك بعدين ما أنت مبالي يبطلون، لأنها وش عادهم فاضيين، هم بيشوفوا غيرك أصلا. هذا بالنسبة للي يصوروهم. إذا قال بينشر شرشح سوي، أنا أصلا خلقت الله خلقنا هذا جسمي. فالبعض يخافوا يقعدون يبتزوك، ولا إذا شافوك ما أنت خايف خلاص هم يقول لك ننشر نضيع وقت، هم اللي بعده يدورون شغلات. ونصل للخبر الذي بعده 52، وهو المرور في هذا الفيديو وهو يبعد داش كام في أحد الباصات. طبعا أنا ما أدري كيف نظام الداش كام في بلادنا إذا كان ممنوع، ولكن السيارات الحديثة فيها كاميرات ما حد يقدر ينزعها إلا إذا كانت في باصات الركاب مثل ما قلت أو شاهدت في نفس الباص. تصور الركاب، ايش تصور الركاب انت؟ ليش تصور بس الامام والخلف علشان اذا في للحوادث فقط. وهنا مشهد لسيل وادي مور وهو يصب. هذا السيل يروح الى البحر، اغلب السيول والوديان تصب الى البحار. ليش ما نحتفظ في الماء في احد الاماكن فتكون هناك دراسة طبعا تحتاج لها مشاريع عملاقة لحفظ الماء من انه يروح للبحر هدر. وهنا فيديو كان تم تداوله لأحمد حجر والشبكات هذه اللي في الحارات يبيعوا الكروت، قال إنها يستطيعون اختراقها
وبالاخير طلع ووضح واعتذر وقال يعني ما بقطع رزق احد. طبعا الشبكات حق النت هذا اذا في شخص يطلب الله ما بيدور يخترق جوالات احد ولا شيء، هذا اذا في برنامج خبيث جدا لانه يعطيك رابط ويخترق جوالك بعد ما تفتح الرابط، ما حد يدور حولك، انت وزير علشان يدوروا لك، ولا انت تاجر علشان يسحبون اموالك. انت اذا انت مسؤول ما عم تستخدم كرت نت ابو 100 ريال وابو 200 ريال. وهنا صور لقطع راس سلاح المفصعين في الشوارع تقريبا في حضرموت، خطوة جيدة يعني. ايش الفائدة؟ انا شفت ناس يقولوا ليش ما ينذروهم، ليش ما يعطوهم اشعار، اصلا هو ممنوع من الاساس ان المواطن العادي يحمل سلاح. الخبر رقم 56، وهو عجوز تشتكي من مسالخ الدجاج في أحد الحارات مثل ما نشاهد هنا. وهنا نشاهد الغباء اليمني يعني في هذه المشهد. بالله عليك ليش طلع السيارة كذا ويسوق بالشارع هذا؟ تقريبا هذا في عتق شبوة شاهدته. والدبعي والراد، الدبعي فحاط، الدبعي له متجر دخل في عالم التجارة اليمنية في الرياض تقريبا، ويفعل تفاحيط، كان علب تونة رجعها فول، علب بيبسي، بالاخير تطور الى كراتين، نزل الكرتون كسر راسه وتعور، الحمد لله على سلامته ولا يعودها، وهذا ليس اسلوب. الفوضى عند الشيبان والشباب في بلادنا داخل اليمن وخارج اليمن. وهذه الصورة التي انتشرت على نطاق واسع في اليمن هذا الشخص الذي تشوفونه أنتم تفتكرونه امرأة، وهو رجل من ضمن العصابات التي تبتز إلكترونيا. الفيديو في القناة، كنت عرضت أنا فيديو في القناة. وهنا صورة لطيران عدن الذي تم افتتاح أول الرحلات إلى عدن لطيران مجموعة القطيبي. وهنا نشاهد الزقعة اليمنية، الحين لو نطل وهو يرقص فوق السقالة في ثالث دور، حتى ما عنده حماية لرأسه إذا تكسور ولا طحس. وهنا نشاهد مطعم القرية التهامية لصاحبه الممثل فتيني، ما أدري إيش اسمه ولكن اشتهر بشخصية فتيني في مسلسل زنبق همي همك. أيضا ومن ضمن الأخبار التي كانت في هذا الأسبوع وهو أغنية بالنقاب، يعني أغنية أنا شفتها غريبة، بعض الناس قالون ليش أغنية وبالنقاب، إيش الحكمة، إيش الرسالة الذي يريدون أن يوصلوها. وهنا ماريا قحطان ومع هذه اللغة الغريبة والخاصة فيها، في بعض الناس يدمجون كذا حروف بعد كل كلمة فتطلع بهذا الشكل نشاهد. وهنا أخبار كانت تم تداولها في الوديعة على أن السيول سحبت المنفذ، ومن هذا الخبر فكان البعض مؤيد والبعض معارض، كان هناك في سيول ولكن ليست في المنفذ. ونصل للخبر رقم 66، وهو اختيار شريان، رسلوا لها رسالة هدية رصاصة مثل ما شاهدت هنا. الفيديو في القناة كامل وهي تعرض وتشرح هذه الرسالة. وأيضا كان هناك ترند وهو دوشان الحدا، شخص اسمه دوشان الحدا يعني عرض تحكيم بناته الثلاث، فكان هناك ردة فعل قوية حول أسلوبه بهذه الطريقة، وبعض الذين حكموه رجعوا هم وكسونا البنات وتم الصلح، ولكن كان هذا رائج بهذا الأسبوع بعد العيد. وهنا صورة من قصر موزع أو الهاملي، المهم في الساحل الغربي لمحافظة تعز، قلبوه منتزه جميل جدا بعد المطر في مثل هكذا مشاهد. وهنا لقطة القبض على ناس من الذين كانوا يعني يبتزون الكترونيا تقريبا في السعودية مثل ما نشاهد هنا، تم القبض عليهم. الفيديو هذا كان يعني أو الصورة هذه عفوا متوابعة مع الترند هذا اللي هو حول الابتزاز. لا أعلم مدى يعني صحة الصورة انها قريبة او انها قديمة يعني، ولكن الذين يبتزون عادهم بالخارج يعني بيجيبوكم اذا البلاد قدها تقدر تطحس يمين شمال وفي تغاضي او عندك شريحة ما هي باسمك واستلام الحوالات بطريقة مختلفة، في الخارج ترى هيجيبوك يا باشا. وختاما نصل الى خبر رقم 70، وهذه المرة اطلت كثيرا ولكن تقريبا تأخرت انا اسبوع ونص، يعني قدمت الترند الاول بعد العيد واطلت عليكم كثيرا، ولكن حاولت اختصر قدر الامكان. الخبر رقم 70 وهو فيديو لمجازفة، فلا احد يقلد مثل هذا الفيديو لشخص دخل في السير، قد كان يعني شاف الموت ولكن في الاخير وصل الى الطرف. عموما سجلت لكم هذا الفيديو اليوم الخميس، وما اعتقد انه بينزل الخميس او الجمعه لانه طويل جدا، واذا في اخبار جديده بعرضها وارفقها في النهايه او باقسم الفيديو هذا الى نصفين.